مرحبا، كيفكن اليوم؟ أكلتنا اليوم هي أوانس. أنا هون نظفت الأوانس كتير منيح ورديتهم على الغاز مع بصلتين حجم وسط، قطعتهم بشكل ناعم ورديتهم على الغاز مباشرة. النار لازم تكون شوي قوية. هلأ قبل كنت دبل البصل قبل ونزل فوق الأوانس، بس لقيت هيك أطيب. بقى أنتو والطريقة اللي بتريحكن. هلأ بعد شي 10 دقايق نشفت شوي، نزلت مي طبعا القوانص والبصل نزل مي. بعد ما نشفون شوي هون بدي نضيف دبس الفليفلي وحرك منيح. كمان رجعت ضفت لسه شوية فليفلي، لقيت انه ناقصهم شوي. نحن من عشاق الحر بصراحة، يعني بلاقيه بيعطي طعم كتير طيب، وخاصة مع اللحمة يعني بأنواع طبعا. هلأ هون قربت تستوي، ما بقى بدها وقت طويل، فبقدر أضيف البهار بهاي المرحلة. ضفت كركم كاري، زدت الملح شوي، لقيت إنه شوي ناقصة، ورشة هيل بسيطة، رشة قرفة بسيطة، ورشة زنجبيل بسيطة. هلأ بآخر مرحلة هون بقدر بقى أنزل الصودا. طبعا الصودا أنا قبل بالوقت غاسلتها، نقعتها شي ساعة بخل وملح، منضفتها كتير منيح، مقطعتها ومسحبة الدم منها. هلأ قبل كنت بصراحة أغليها، يعني فوّر عليها مي وكبّن وارجع أطبخ الصودا، خاف من موضوع الزنخة. بس بهاي الطريقة لقيت إنه لأ، ما في أي خوف من موضوع الزنخة، طالما أنا نقعتها بخل ومقطعتها وساحبة الدم من قلبها، يلي هو السبب إنه يعطي زنخة. طالما مسحبينه فخلص أمورنا نحن هيك بالتمام. هلأ بهاي المرحلة الأخيرة ضفت الصودا، باحرّكُن كتير منيح. وهون رجعت حطيت بهار، ما كنت حاطة بهار، ما كان عندي يعني، فبعت ابني فورًا جاب لي ورجعت ضفت البهار. هلأ ما في مشكلة، البهار تضيفه بأي مرحلة ما أنا بشكلي يعني. هلأ المرحلة الأخيرة هون بضيف تقريبًا 4، 5 تقريبًا أسنان توم، آمم دققتهم منيح وبضيفهم. في عالم ما بتفضّل طعمة التوم، بس إذا غليتوهم كتير منيح مع التوم ما بقى تكون طعمته كتير قوية يعني. هاي شغلة. شغلة تانية، التوم بيروّح، إذا كنتم خايفين من موضوع الزنخة، فالتوم بيروّح موضوع الزنخة إذا كان فيها. هو مستحيل يكون فيها، طالما نضفناها وسحبنا الدم من قلبها، فهو مستحيل يكون فيها أثر زنخة يعني. وهلأ فيكم تسكبوا بقى وبالصحة والهنا. هلأ هون سكبت أنا، ولادي ضافوا شوية جبنة عليها، بس كان لازم أحط لهم إياها بالميكرويف شوي لحتى بس تسيح الجبنة شوي يعني. بتمنى تكون طريقتي عجبتكم، وألف صحة وهنا، وبعتذر على صوتي، أنا اليوم كتير مقربة وتعبانة. بشوفكم بخير.